السلام عليكم الاخوه، مرحبا بكم في هذا الفيديو ان شاء الله اللي غادي نوضحوا فيه مجموعه من الكواليس ديال البيع في طور الانجاز او التشارك او وداديات او تعاونيات. هذه المسائل هذو غادي نوضحوهم في هذا الفيديو هذا. يعني كاين الناس اللي عندهم تجربه سيئه، يعني تقول لك وداديات كلشي شفاره كلشي هذا، ولكن فاش كنشوفوا السوق كنلقاو باقي الناس اخرين كيدفعوا في وداديات وكيشريو في وداديات. علاش؟ حيتاش كاينين بعض الناس نجحوا في وداديات، كاينين بعض الناس تسلموا بوقع ديالهم في وداديات، كاينين بعض الوداديات اللي هما ناجحين. ولكن حنا في هذا الفيديو هذا غادي نفصلوا ونديطايو، يعني حتى دوك الناس اللي تسلموا واش كانوا ساتيسفي، شحال ديال المده فسده، واش هما. انا لا انصح بالمغامره، يعني الطريقه الصحيحه باش انايا ما نغامرش، انا لا انصح بالمغامره. هذه اول حاجه. ثاني حاجه هي انني كنشوف بعض الوداديات او بعض يعني الموظفين ولا التجار ولا بعض الناس اللي كيدخلوا لهذا النظام ديال الوداديات ولا التعاونيات كيوقعوا في نفس الخطا. اشنو هو الخطا اللي وقعوا فيه الناس السابقين؟ هي انهم كيشوفوا شي واحد كان بيناتهم معقول سنين وهو معقول، ماشي الانسان يعني جالس ما بين الخدمه للدار الخدمه وكان معقول، راه ماشي هو ذاك الانسان اللي كيدخل يعني المشاكل وكيدخل الثغرات وكيشد الفلوس في يديه وكذا وكذا. هذه اول حاجه. وثاني حاجه المعقول بوحدو ما كافيش. شحال من واحد كان معقول الا انه ما فاهمش ووقع الناس معاه في الخطا، دار اخطاء جسيمه ولاح فلوس ديال الناس في ذاك الخطا. بغينا نقولوا مثلا في وداديه ولا التعاونيه ولا الشياع ولا شي هذا. الشياع اللي مزيان فيه انه ممكن مثلا واحد الشخص ياخذ شقه واحد شقه جوج او بقعات ولا جوج البقع ولا ثلاثه البقع. ثاني حاجه ما كاينش يعني النظام ديال البيلون، يعني تأدي الفواتير والمسائل هذه. ثالث حاجه يعني داخل في التيتر فلان بفلان وفلان بفلان داخلين في التيتر ومشاركين فيه على طريق الشياع، يعني هذا كيتسال السدس، هذا كيتسال عدد الاسهم، يعني كيتسالوا في الارض، كيتسالوا في الارض هاد الناس هاد. لانهم ضروري خص يدار واحد عقد اتفاق بيناتهم اللي يوضح هاد المساله هادي. وهذه المساله ننصحوا بها الا كان بروجي صغير وكانوا الناس قراب، يعني كانوا هاد الناس هادو قراب بيناتهم وكان المشروع صغير مثلا 10 8 4 الناس 5 الناس هادو افضل لهم، وكانوا قراب يعني في واحد المدينه وكلشي ما كانش واحد على برا ولا بعاد ولا شي حاجه، وكان عندهم واحد يعني القدره في الاداء قريبه، يعني هادو ينصح لهم انهم يديروا عن طريق الشياع. وافضل نظام من خلال اننا جربنا حنايا الوداديات والتعاونيات بهذه المسائل كاملين، افضل نظام هو النظام ديال الشركه. علاش؟ حيتاش بزاف ديال الامور منها الادارات منها هذه كل شيء فيهم يعني الايجابيات والسلبيات، الا ان الشركه افضل وكتهنى والمسائل كتمشى مضبوطه والمسائل هذه. قلنا في الوداديه العيب ديالها كانت قبل 2018 كانوا ما كيطلبوش بلي بيلون، يعني دايره بحال الشياع، كتشري في النوار وتبني الجهاز وتقسم وديروا التقييم ديال يعني دوك لي زابارتمون ديال البقع كيكون غير تقديري وصافي. بعد 2018 ولاو الوداديات يعني مطالبين انهم يدفعوا لي بيلون، وكان هنا وقع واحد المشكل، اي انه الناس اللي كانوا بداو من 2010 2009 2005 ولاو مطالبين انهم يحطوا لي بيلون ويصرحوا بالفواتير ديالهم ويحطوا كاع المصاريف ديالهم والمداخل ديالهم للضريبه. نفتح واحد القوس هنايا فاش كنشوف التدخلات ديال الدوله، اغلبها مثلا باش حاربوا الناس اللي كيبيعوا ويشريوا تحت غطاء الوداديات، وليس لحمايه الحقوق ديال الناس في هذه الوداديات. وانا اعتقد ان الدوله غاديه في اتجاه اي انها يعني تحبس الوداديات ويخليو التعاونيات. والتعاونيات دار واحد القانون اللي هو 112 طلبوا من جميع التعاونيات اي انهم يحيلوا ذاك القانون الاساسي ديالهم ويكون وفق القانون الجديد اللي هو 112 لتحيلوا مجموعه من الصلاحيات للرئيس وداروا الجمعيه العامه اللي هو الجمع العام العادي والجمع العام الاستثنائي يعني للناس. وانا ارى ان التعاونيه افضل بكثير من الوداديه. علاش كنصح بالتعاونيه اكثر من الوداديه؟
حيت كيقول لك الناس اودي الوداديه فيها ديك الحريه وداك الشيء ما بقاش، يعني وليت المطالبه انك تعطي. هذه اول حاجه. ثاني حاجه يعني مضبوطه ومقاده وحتى انت كتحيد عليك الصداع، يعني داك يعني ما خدامش لك انك ترول دوك الناس مثلا اللي كيسولوا كيقول لك اودي وداديه مزيانه وداك الشيء. انت اصلا مطالبه انك خصك تقاد الامور ديالك وتوضحهم وتقاد المسائل ديالك. بل اكثر من ذلك كنشوف انايا وداديات اللي هما ناجحين، وداديات اللي هما حريفيه، يعني اللي كيربحوا من الوداديات وكيربحوا من الاشياء بطرق يعني بطرق يعني ملتويه، اي انهم كيديروا يعني مراقب الحسابات، يعني عنده الكاشي ديالو كيضبطوا الامور ديالهم والعون القضائي والمسائل والامور ديالهم مضبوطه. هذيك علاش الانسان اللي بغى يضبط الامور ديالو فراه ما غاديش الطروجي التعاونيه. هذه اولا. ثاني حاجه، فاش كنشوفوا وداديات فاشلين ماشي هما التعاونيات فاشلين. التعاونيه فاشله كتقدر تنوض، وداديه فاشله راه صعيب تجمعها. علاش؟ حيتاش الوداديه مثلا الرئيس يمكن مثلا يبيع ابارتمون لواحد الشخص او يبيع جوج الاشخاص او ثلاثه الاشخاص وحتى واحد المجال ديال الاخبار. الرئيس يمكن ليه مثلا يدير صفقات ويسني بلاصه الناس ويرول ويدير هذه وهذه ويشد الفلوس ويحطهم في الكونت ديال الوداديه ويرول. ما عندناش شي مصدر اللي نمشيو ليه وناخذوا فيه المعلومات ديال هذه الوداديه هذه، يعني نشوفوا الناس اللي معنا في هذه الوداديه ونشوفوا شحال دفعوا هاد الناس هادو، ونشوفوا مثلا المحاضر اللي داروا والاتفاقات اللي داروا والاتفاقيات اللي داروا بيناتهم وداك الشيء اللي تراضوا عليه. ما عندناش الا عند المكتب. الا كان عند المكتب يعني منضبط وكيقاد الامور ديالو وكيقاد الوثائق ديالو فراه ممكن انه يحافظ عليه. من غير ذلك فراه ما يمكنش تلقى المعلومات هادو الا جلاهم ويرونهم. واكيد المكاتب المسيره اللي كتكون كتخربق فراه كترون داكشي كتلوحو ما غاديش تلقى والو كتلون، وفي الاخير كتكون في وداديه ما عرفتيش شكون اللي معاك وحتى الناس اللي معاك ما عرفتيش شحال دفعوا، يعني كتلقى راسك مرول وكتلقى يعني هذا المشكل اللي كاين ما كتعرفش الناس اللي معاك. كتلقى مثلا ثلاثه ديال الناس دار معاهم الرئيس انهم يبيع لهم نفس البقعه ونفس الشقه، ولكن هذه المساله هذه ما كتلقاهاش في التعاونيه. علاش؟ حيتاش باش الانسان يدخل للتعاونيه اكيد كيعطيه الرئيس يعني الموافقه المبدئيه الاوليه، ولكن لن يتم الدخول ديالو الرسمي في القانون الاساسي وتحط الاسم ديالو النمره ديالو والعدد الحصص ديالو في القانون الاساسي الا بموافقه الجمع العام. يعني حتى كيوافقوا عليه الناس، يعني الناس حتى كيجيبوا ليه الاخبار شكون هذا السيد هذا، راه هذا السيد هذا راه غادي يدخل معنا وغادي نعطيوه هذه هو نصوتوا واش بغيتو هي بغينا نصوتوا كيدار التصويت وكيدخل هذا السيد هذا. وكذلك الانسحاب، هذا السيد هذا بيخرج غادي نعطيوه الفلوس ديالو وكنصوتوا او الطرد شي واحد بغينا نجريو عليه. ما يمكنش الرئيس يجري عليه غير هكاك، انما كيجري عليه كيجمد العضويه ديالو وكيمشي قدام ديال الناس ديال الجمعيه العامه ولا الجمع العام الاستثنائي وكيقول لهم اودي هذا السيد هذا راه دار لنا مشكل 1 2 3 4 4 5 واش بغيتو نجريو عليه ولا نخليه ولا نبدلو ولا المسائل هذه. فهمنا؟ هذه المساله الاولى. وثاني حاجه اي محضر داروا اي وثائقات داروا المسائل هذو كيكونوا كنلقاوهم في المحكمه ولوديكو كنلقاوهم في الضريبه وكنلقاو هاد المسائل، يعني الوثائق ديال التعاونيه كنلقاهم. وهنايا فاش كيوقع عندنا المشكل في وداديه وكيوقع مشكل في التعاونيه كنتهناو من واحد المشكل اللي كان في الوداديه، اي اننا ما عرفناش شكون الناس اللي معنا وما عرفناش شحال دفعوا ديال الفلوس، الا ان في التعاونيه كنعرفوا الناس اللي معنا وكنعرفوا شحال دفعوا ديال الفلوس، لانه كل واحد والحصص ديالو. حيت فاش كنشوفوا التعاونيه كنلقاوها بحال الشركه، انما الشركاء يعني يساهمون وكيحصلوا على الاسهم في الشركه. في التعاونيه كيتسموا حصص نفس يعني محميين بالجمعيه العامه، محميين بالناس بالجمع العام، محميين بالجمع العام. يعني القرار ديال الجمع العام هو اللي كيحكم، والرئيس عنده صلاحيات قليله ودائما خصو يرجع للجمع العام باش ياخذ الموافقات وياخذ الصلاحيات من عندهم. مثلا الا بغى يختار شي شركه يبني، ومثلا الا بغى يدير شي حاجه ولا شي حاجه ضروري خص من الجمعيه العامه.
وكذلك الوداديات اللي هما ناجحين خصهم يخدموا في نفس السيستم، باش الا بغى الرئيس يخدم انه يعني كيحمي راسو بالجمعيه العامه. مثلا انا كرئيس وداديه باغي ندير مثلا مع شركه عقد، فراه ضروري كنمشي عند الجمع العام وكنشاور الناس كنقول لهم راه غادي ناخذوا هذه الشركه هذه هي اللي غادي تخدم لنا. اما نديروا يعني المناقصه، نديروا الاظرفه ويجيبوا الشركات وهذه، واما نختاروا شركه حتى ديك الاظرفه ما مزياناش. اللي مزيان اننا ما كنشوفوا شي شركه على حساب ديالنا وكنختاروها وكتم الموافقه ديال الناس. يعني المكتب نهار جيت يبغيو يسالوه كيلقى راسو انه القرار ماشي هو اللي خدا وانما خدا الجمعيه العامه. يعني الناس واش كنقول لهم مثلا الوداديه من الافضل ليه يدير تعاونيه، هذه اول حاجه. وثاني حاجه وكاين مجموعه ديال النقاط مزيانين فيهم التعاونيه، الا انهم هاد الجوج دابا يعني بجوج بهم افضل شركه. اشنو هما المشاكل اللي كيكونوا في التعاونيات والوداديات؟ هي انه واحد الانسان اللي بغى يدخل الوداديه ولا بغى يدخل التعاونيه خص ما يكونش عنده سكن، وإلا كان عنده سكن ما خصش يكون السكن عنده تما، وما خصش يفوت في العقار ديالو 300 متر، وما خصش يعني ياخذ جوج عقارات ولا ثلاثه ديال العقارات. هذه هي مشكل. علاش؟ حيت مثلا يقدر مثلا ندخلوا معنا شي واحد عنده الفلوس ويعاون الناس، نقدر نديروا هذه. يقدر في الاخير نبيعوا مثلا، باش نبيعوا باسم وداديه ماشي بحال كتبيع باسم شركه يمكن تبيع 4 شقق ولا تبيع 5 شقق ولا تبيع 4 البقع لواحد الشخص. شركه عندها واحد شويه ديال القيمه على التعاونيه والوداديه بخصوص التعاملات ديالها مثلا مع لي فورنيسور مع الناس، باش تحصل على واحد الثقه مثلا وتحصل على واحد المصارفه. الناس كيخافوا مثلا من الوداديه، كيقول لك هذا غادي يحط الاستقاله ديالو ويزيد مع الطريق مع من تهضر. فهمنا؟ يعني فاش كنهضروا على الشركه كنهضروا على واحد النيفو اللي هو زوين. فاش في الاخير فاش غادي يتنجز المشروع، الا كتبيع بالتعاونيه ماشي هو الا كتبيع بشركه التعاونيه ما يمكنش انك تبيع يعني غير ربحيه، وكاين مشكل غادي تولي طلب بالنوار وتولي الا ان الشركه غادي تفك وتحاول باش تسرع، حيت الهدف ديالك انك تسرع المشروع ديال الناس. المهم هذا الجزء هذا خصو يتوضح. راني دابا حنايا غادي نشوفوا الناس اللي كيدخلوا الوداديات وكيدخلوا التعاونيات. هاد الناس مثلا كنشوف الناس داخلين الوداديات وداخلين التعاونيات. الناس اللي كيدخلوا الوداديات دائما انصحهم بان هذه الوداديه خاصه تكون كتصرح بجميع التصرفات ديالها، سواء الماليه وشحال ديال الدفعات وهذه المسائل هذا. وكيكون واحد المساله اللي هي سهله وبسيطه، دابا كدير غير الجروب في الواتساب، واي حاجه درت راه يعني شي واحد دفع شي فلوس ولا شي حاجه كيحط الوصل ديالو كيصوروا كيحطوه في الجروب في الواتساب، واي واحد كاين في الواتساب ممكن يدير معاهم عمليات حسابيه، يحسب شحال ديال الفلوس دفعوا شحال ديال الفلوس خرجوا فين مشاو وامتى خداو الرخصه امتى داروا هذه. وحتى شي واحد اذا دخل مثلا كنشوفوا كنعرفوا كنقولوا ان هاد فلان بالفلان ان هاد فلان راه شاد مثلا هاد البقعه النمره كذا وكذا، والناس كيعرفوا ان ديك البقعه فعلا كانت خاويه كنقلبوا اننا نبيعوها. ماشي بحال الى داخل نتايا ما عرفتيش كاع شكون اللي معاك. يعني الوداديه ماشي هي شركه، انما اللي خصني ضروري ولو شركه براسها. ولا دابا كيديروا مشاكل، بعض الشركات كيديروا مشاكل حتى هما ولاو مطالبين انهم يحميوا الحقوق ديال الناس. مثلا تلقى شي مقاول عنده شي ارض كيبيع مثلا بثمن اقل من ثمن ديال السوق وتكبوا عليه الناس، وصل واحد الوقت لقى راسو باع كاع البقع مثلا ولا باع كاع الشقق مثلا. يقدر يلعب به الشيطان يقول لك بلاتي نعاود نبيع عاوتاني، او يجي شي واحد يقول لك بغيت شي ابارطمون ولا بغيت شي بقعه، يقول لي مرحبا راه دفع انت وصافي، ويزيد في ديك الطريق وبقى يرون ويغيس وما كانش يجاوب ليه الاخبار، والناس في دار غفلوا حتى كيلقاو راسهم عوض عماره مثلا فيها 30 شقه كيلقاو راسهم انه باع مثلا 60 واحد ولا 100 واحد باع لهم ديك العماره. فهمنا؟ يعني الشركه خصها ضروري تخدم مع السيستم هذا. الا ان مثلا فاش كنهضروا في هذه النقط هذو كاينين بعض الوداديات ناجحين، وهاد الوداديات كنعرفوهم ناجحين يعني كيصرحوا وكيكشفوا، يعني عندهم الشفافيه والوضوح في التصرفات ديالهم في المعاملات ديالهم وفي المراحل ديالهم. وكذلك التعاونيات.
كاينين بعض الوداديات ولا بعض التعاونيات ما كيصرحوش، رغم انهم ناس معقولين. تصوني ليا تقول لي اودي واش غادي ندخل مع هادوك ولا ما غاديش ندخل، يقول لك اودي دخل، عجبك العرض ديالهم ندخل، غالبا راه ما غاديش يوقع مشكل. علاش؟ حيت دوك الناس داروا مشروع واحد جوج ثلاثه وهما عندهم طلب كبير وعارفين اش كيديروا، داكشي علاش هو ماشي مطالب انه يبقى يصرح. وداكشي الا هضرتي معاه يقول لك كعطى الله اللي يجي. يعني داكشي علاش كنشوفوا بعض التعليقات كيقول الناس نتوما اللي كتصفروا وكتكبوا على بلاد. وفعلا خص الانسان مثلا بغى يدخل شي حاجه من حقه انه يطالب، يعني يطالب ويشوف، يطالب بهذه الامور هذه اللي هما بسيطه. يعني يشوف هذه المسائل هادو ويشوف الوثائق واش الارض تشرات ولا مازال، شحال من الناس اللي دافعين، شنو هما المنخرطين اللي كاينين في هذه الوداديه ولا في الشركه. انه عادي جدا انه يشوف هذه المسائل هذه. ولو الشركه حتى هما، حيتاش باش نهضروا في واحد النقطه، المشكل مثلا ديال باب دارنا راه ديك الطريقه ديال باب دارنا. حيتاش كاينين بعض الناس اش كيقول لك اودي راه ممكن داك الوردي ينجح هاد المشاريع هادي كون خلوه. انا كنقول ما غاديش ينجح، حيتاش دار واحد الخطا اللي هو كبير، يعني انه كيرون كيشد هذا البروجي كيرون وكيزيد في الزياده هذا كيدخل، يعني صعيب يفك ذاك البروجي ديالو. وانما الا خلاو غادي يزيد يكبر وغادي يزيد غادي يرون، اللي غادي غير يزيد يرون ويزيد ضحايا اخرين. وكاين الناس اللي خدامين بنفس الطريقه ديال الوردي ونجحوا وتواصلوا معايا الناس وما بغيتش نفضحوا هذوك الناس. علاش؟ حيتاش ديجا الناس دافعين، الا حفظت حطيه مثلا انه غادي غير تفشل. وانما كنقولوا ماشي مشكل، سير دفعوا الناس. وفعلا البروجي راه كمل ونجح، ودابا ولات شركه كبيره ولات معروفه، يعني كيدير شراكه مع مالين الارض. انت كتجي تدفع الدفعه الاولى كتدفعها في الشركه، الارض كتلقاها باسم اشخاص يعني ورثه، البلان والرخصه باسم ورثه، شركه دارت واحد عقد اتفاق مع الورثه باش تبني لهم بالاخير وتعطيهم الفلوس ديالهم وتصبر عليهم. وهذه المساله هذه يعني هذه كتعتبر مغامره، فهمنا. وقليل الناس اللي انهم كيسولوا في هذه النقطه هذه. يعني كتلقى مثلا شي واحد عنده 60 مليون، ولكن فاش كتقول لي مثلا يطلب استشاره ولا يطلب معلومه ما كيبغيهاش، ولو تعطيها ليه فابور. كان واحد السيد وقع ليه مشكل وقال لي عندي وقع لي مشكل هذه وهذه، قلت لي غادي دير غير هذه القضيه غادي تهنى. قال لي اودي ما عرفتش، قال لي كون عرفت كون دزت عندك. قلت لي هو لو عاودنا نفس، يعني رجعنا للزمن اللور ما غاديش تجي عندي اولا. ثانيا ولو كاع نعطيك ديك المعلومه ذاك الوقت صعيب انك كاع تقبلها، صعيب. علاش؟ حيت انت تعتقد انك فاهم، تعتقد انه ما كاينش لا مشكل لا والو، انه داكشي علاش كنلقاو بزاف ديال الناس ما كيسولوش على الوثائق، ما كيسولوش على هذه المسائل هذه. كاين واحد السيده تواصلت معايا قالت لك راه لقيت واحد البروجي كذا وكذا، قال لك اودي كندفعوا فيه يعني دفعات وهذه في الشركه. قلت لها خصك تشوفي البلان عادي، قلت لها شوفي واش عندهم الارض بسميت الشركه ودفعي في الحساب يعني ديال الشركه، وديري عقد مع شركه يكون واضح، ولو يكون عقد عرفي على الاقل يكون واضح ويكون فيه المسائل ديالو. ولكن خص يكون عنده الرخصه، خص يكون عنده البلان وتكون عنده الرخصه. علاش؟ باش نعرفوا حنا هادو لي زابارتمون اللي كيبيع لينا في لي ماركيت واش هما اللي كاينين. مثلا كاين واحد السيد مازال ما عنده البلان، داير غير واحد رسموه اللي يعني ما دازش في الوكاله الحضريه، ما مكاشيش، غير رسمو وخرج فيه واحد العدد كبير ديال البقع وكيبيع. وانما ديك البقعه باين انه ما غاديش يخرجوا فيها دوك البقع، يعني من الاول معول ينصب على عباد الله. حيتاش فاش كنشوفوها وكنحطوا القوانين، يعني القانون ديال التعمير وكنطبقوا فيها لي نورم ديالها، كنلقاو ان ديك البقعه ما غاديش تخرج لينا داك العدد ديال دوك البقع. فاش عطاتني التليفون ديال داك السيد وديك السيده، قالت لي ودي راه السميه ديالو، قالت في راسي غيكون فلان، وراه فلان كيدير نفس السيستم ديال باب دارنا مصغره، نفس السيستم. حتى كتدفع مثلا الدفعه، تعتقد ان بديك الدفعه هو غادي يبني بها، الا انه هو ديك الدفعه غير كيشري بها الارض. هضرت معايا السيده قلت لها ودي انايا باغي ناخذ عندكم، واش ممكن
واش بديل لي طرافو؟ قالت لي غادي يبداو في الوقت كذا وكذا. قلت لي ماشي مشكل، ممكن نشوف التيتير ونشوف راه الوقت دابا خايبه، وهذا الوقت عاد عليا ما جاوبتنيش. وكانت واحد السيده مرا ما فاهماش مسكينه، هذا هو الاشكال. كتلقى شي واحد ما فاهمش، ما جمع دوك الفلوس غير بزز باش يجمعهم مسكين، وكيفيق مع الصباح وكيمشي كيضرب ديك التماره وكيتكرفص وكيقلب مسكين على شي عقار يعني رخيص، كيتلقى معاه من الصباح وكيجمعوا ليه حب التبن. ما حيتو اصلا معذب في الخدمه ديالو، ما حيتو من داكشي اللي جمع. وفاش كتجي بامور اللي هما منطقيين، يعني انت مثلا كما ولدتك امك خلق الانسان علمه البيان، يعني في الداخل ديالك راه كاين واحد الحاجه سميتها المنطق، داك الميزان ديال المنطق. ونقول لك اودي خدم غير هذا المنطق هذا، غادي تخدمه غادي تسلك راسك. واحد السيد وما خرجوا في شي وداد ديالو ولا ما عرفت وقع عليهم شي مشكل، قال لك اودي حنايا بغينا شي بروجي واجد وندخلوا ونشدوه باش الثمن ديال قل من الثمن ديال السوق. زعما بغاو يشريو لي زابارتمون جمله، يعني بحال بطاطا، ولا بغاو يشريو شي بورطابلات يعني يشريوهم جمله زعما رخص. والا خدمتي غير المنطق ديالك، هذا المقاول غادي يتقاتل يشري الارض ويبنيها ويبيعها في الاخر بجمله، ويبيعها لك بثمن قل. زعما علاش تجمعتو تخلصوها لي كاش ولا اثمنه اللي كتقول. هضر معايا عطاني واحد السيد بحال هكا، قلت لي شوف اصديقي، شوف غادي تمشي لافيط ولا تمشي للمواقع التواصل، شوف السماسريه ولا شي حاجه، سول الثمن ديال الارض، سول شحال قال لك الثمن ديال 20,000 درهم، شحال قال لك 16,000 درهم، شحال غتعطيه فيها 15,000 درهم، تعطيه فيه 13,000 درهم. هز ديك 13,000 درهم وشوف داك البلان شحال من شقق غادي يعطيك. حنا كاع ما نزيدو ليه لا المحافظه، ما نزيدو ليه لا التسجيل لا التحفيظ لا والو، زار ديك 13,000 درهم نضربها مثلا في 400 متر، شوف شحال من شقه غتعطيك. راه في البلان راه باين واحد لاكول كاين تماك، حيدو من الحساب وحيد واحد 20 متر ديال الدروج والمسائل. حنايا كاع الا كان على حساب الشارع شويه فيه التواسع يعني تقريبا، شوف شحال من بورطمان غتخرج لك تما وقسمو. مثلا تخرج لك 15 بورطمان، هز الثمن ديال الارض قسموه على 15، وشوف هذا غير الثمن ديال الارض، ما فيه لا تسجيل لا تحفيظ لا والو. وحتى داك البلان ما عرفتي واش هكاك غادي يخرج ولا غادي باقي تضيع فيه ولا. وزيد عليه مازال البناء، وزيد عليه مازال الفينيسون، وزيد عليه مازال الوثائق ديالك والمسائل. يعني الانسان يخدم غير بهذا المنطق البسيط ديالو، ولو يعني ما فاهم والو. كاين فرق كبير ما بين الناس اللي فاهمين والناس اللي ما فاهمينش. انا نعطي الفرق. الناس اللي ما فاهمينش غالبا كيكون العلاقه بينك وبينهم، يعني الربط اللي كيكون بينك وبينهم كيكون عاطفي. مثلا كيشوفك كتصلي والمسائل، يقدر مثلا يشوف فيك غير شي حاجه كيقول لك هذا الايمان ديالو ضعيف، يعني الربط ما كيكونش منطقي. كيشوف الصباط ديالك والطوموبيل كيقول لك هذا عندهم لاباس، عندهم الفلوس، هذا ما غاديش يديك، هذا عندهم فلوس. يعني داك الربط اللي كيكون بينكم وبين الناس هذو اللي ما فاهمينش ما كيكونش منطقي. في اي لحظه يتقطع، في اي لحظه يتخربق، في اي لحظه تلقى شي تصرفات منه ماشي هما هذوك، تلقى ما فاهمش ما مزكيش. والناس اللي فاهمين المنطق وفاهم المسائل هذه، يعني فاهم عارف ما له وما عليه، يعني حتى انت كتخدم مرتاح. يعني انت درتي معاه مثلا، قلت لي مثلا ندير معاك هذه وهذه وهذه، زدتيه من عندك، كيعرف كيحس ديك القيمه اللي زدتي، وكيعرف الخير، يعني يقدر داك العمل اللي درتي معاه، يقدر داك الجيش اللي درتي معاه. العكس الاخر سواء درتي معاه ولا ما درتي معاه ما فهمش كاع، مسكين ما حضرش كاع في هذا. وواحد الحاجه اخرى، الناس اللي عندهم الكاش من الشركاء اللي عندهم الفلوس كتلقاهم فاهمين، هاد الناس اللي ما فاهمينش كتلقى يعني ما عادش يدير معاك. اذا جا الناس اللي ما فاهمين سهل مثلا تنصب عليهم، هو كيقول لك انايا ما غاديش ديرها بيا، ما غاديش دير كذا، انا راه مطولانطي، اشنو هما الضمانات، ولكن في الواقع سهل تنصب عليه. اسهل حاجه تنصب على هاد الناس هادو اللي ما فاهمينش. قلنا في الشركات اللي كيبيعوا في طور انجاز، مثلا كتجي لهاد البيرو، كتلقى هاد البيرو مثلا نقي فيه شي دريات زوينين وداكشي، السميات اقامه فلان، كتجي كتهضر على الثمن، شحال الثمن؟ 10,000 درهم، 9,000 درهم، عندنا هادي مزيان.
كتزيد كتركب الطوموبيل هذا كتمشي عاوتاني لواحد البيرو اخر. نتوما اش كديروا؟ ها لي ماكيط تاع المسائل ما عجبكش كتركب الطوموبيل هذا كيبان لك واحد الشركه العروض ديالها مزيانين هي كتلقى نفس البيرو نفس البيرو كتلقى المسائل ديالها. كنقول لك هاد لي ماكيط تا هما هادي كتلقى عرض زوين. هاد الشيء اللي كنهضر لكم راه كنقولوا وكنتخيلوا وعارف اش كنقول. والمشكل راه الا بيني كاع نقول لكم الاسماء ديال ديك المنطقه اللي كانوا فيها هاد المشاريع، ونقول لكم كانت الشركه فلانيه وكانت الشركه ديال فلان وكانت واحد الشركه اخرى كانت دارت واحد العرض اللي هو زوين وكانوا كيطلبوا بالتسبيق. المشكل اللي كان عندهم كانوا كيطلبوا بالتسبيق كبير شويه والعرض ديالهم كان واعر والناس دفعوا ليه ووقعوا فيه مشاكل. حاليا ما عرفتش كيتكادوا المشاكل ولا شي حاجه. المهم دابا راه دازت واحد المده ديال 5 سنين ولا 6 سنين، يلاه دابا خدام تستأنف هاد الاشغال. المهم تكرفسوا الناس واحد الوقت كانوا مصدعين الوقت رجعوا الفلوس ديالهم وداروا. قلنا هذا هو الطريق اللي كيشد ديالني الزبون. ما كيسولش على شكون هما، ما كيسولش على واش عندهم التيترات، ما كيسولش على الرخصه باسم شكون عنده مشروع، شكون هاد الشركه، شكون المشاريع اللي دارت ودارت. حنا كنا كنبيعوا في طور الانجاز. يعني حنا كان عندنا مشاريع ديالنا صغار وما كانش عندنا بيرو، الارض مشريه، كان عندنا التيتر ديالنا. وكاين مثلا اللي جا كيقول لك شنو فين هو البيرو ديالكم؟ كنقول له البيرو ما كاينش حيت حنا مشروع صغير قررنا صافي نكملوا لي زابارتمون. واش بدي شي بيرو؟ حنا دابا هادشي اللي كيبان لنا حنا صافي علاش تكلف راسك بالبيرو؟ الو فلان عيط لهذاك صافي لي زابارتمون قادمين كيتمشاو من با دغيا كنعرفوا. ولكن كاين بعض الناس كيشوفوا من الجانب ديالهم كيقول هاد الناس هادو ما عندهمش بيرو. تواصل معايا قلت له ودي راه الارض مشريه، وكان قال لي ودي شكون اللي غادي يحمي لي الحقوق؟ قال لي شكون اللي غادي يحمي لي الحقوق ديالي؟ الا مش شكون غادي يضمن لي انا الحقوق ديالي وداكشي. يعني البيرو تكري شي كراج ولا دير مثلا الكونطونير ولا دير داك البيرو ديال البي بي سي، دير بيرو ديال البي بي سي اهم من انك تشري ارض. باش تشري ارض وسط كازا مخصصه للعماره ساويه الطرف ديال الفلوس، يعني 600 مليون، شحال باش غيتبقى من البيرو مقارنه بالارض؟ والو. واش كيجي شي واحد يقول ها هي الارض وهاد الناس هادو وهاد الفلوس وهاد مالين الارض غادي يصبروا في الارض؟ الناس اللي شارين الارض غادي يصبروا فيها ويجريوها ويزيد ويهرب؟ راه اللي دار بيرو وما عنده ارض لا والو هو اللي غادي يهرب ويزيد مع الطريق. يعني حنايا باش نتفاهموا باش ما نطولوش في هذا الفيديو هذا، ما كنشوفوش البيرو، ما كنشوفوش داكشي، ما كنشوفوش داك التخرب كامل. كنشوفوا اولا كنشوفوا التيتر الارض واش مشريه، كنشوفوا البلان واش داز، يعني داك البلان اللي كتوري لي نتايا واش انت هو اللي غادي ناخذ. فهمنا؟ يعني الدوله راه دارت خدمتها، راه كانت واحد الوقت راه كتهز البانو كتحطو في شي ارض ما عندك لا بلان لا رخصه وكتبيع وكتحط البيرو ديالك وكتبيع. كانت واحد الوقت. بل اكثر من ذلك كتدخل الارض في الداخل وكيجي السيد كيحط البيرو ديالو على برا، كيحطو في واحد الارض اللي هي زوينه وكيبيع وكيرون، كيقول لهم هادي، والناس كيدفعوه هو عنده ديك البقعه وكيرون ويزيد مع الطريق ويخلي داك البيرو ويخلي كلشي. فهمنا؟ يعني كنشوفوا تيتر باسم من؟ باسم شركات مثلا فلان، كنشوفوا الارض باسم شركات كذا وكذا، البلان بنفس ديال ديك الشركه والرخصه يعني بديك الرخصه. هنايا فاش كنشوفوا داك البلان انه فعلا داك البلان هو اللي غادي يكون والاشغال راه غاديين، اش كندير؟ كندفع في الحساب البنكي ديال ديك الشركه. قبل ما ندفع فيها كنشوف شنو هما مالين هاد الشركه، شكون هاد الناس اللي كيسيروا، شنو هما المشاريع اللي داروا سابقا، واش كيحترموا الناس اللي واخدين عندهم. عاد كنشوفوا الثمن، ماشي كنشوفوا هنا داك الديكور وداك التخربيق عاد كندخلوا ليه، لا كنشوفوا هذا المسائل، كنشوفوا الثمن واش مناسب لينا ولا ماشي مناسب لينا وكندفعوا ديك الساعه وكنتوكلوا على الله. فهمنا؟ هذه هي المساله اللي كاينه. وهذا ما كان في هذا الفيديو هذا، والتحيه لكم جميعا.